رجعنا تاني. بسم الله. تفتكر ايه هو هدفك في الحياة؟ هل فلوس مثلا؟ يعني هل نفوذ؟ لا يا الله. هل فلوس؟ هل حاجات معينة عايز تحققها؟ لا فلوس برضو ولا ايه بالظبط؟ انا من حوالي 3 سنين كان هدفي في الحياة ان انا اشتغل شغلانة زي اي حد، يعني فاهم، اشتغل شغلانة بتعمل فلوس كتير وهكذا. بس مع الوقت بهدفي او اكتشفت ان انا عايز في الحياة ان يبقى هدفي الحرية الاوفر، يعني حرية، فاهم؟ طبعا حرية في حدود الدين وفي حدود القانون، يعني فاهم. اكيد مش هخالف القانون واقول لك انا هدفي الحرية، والله اروح مثلا اعمل ذنب معين اقول لك انا حر، فاهم؟ فده كان هدفي يعني، او ده بقى هدفي مؤخرا، ان انا يبقى ثانية كده. بسم الله. ان انا يبقى هدفي الحرية في كل حاجة في الحياة، فاهم قصدي؟ والحرية هنا معناها ان انا يعني هجيبها لك ازاي؟ مش ثانية بس، ثانية فاهمها لك دلوقتي. انا عايز اوصل لنوع معين من الحرية يخليني اي حاجة في حياتي انا بعملها بمزاجي، فاهم؟ او باختياراتي، ما كنتش مجبر من طرف خارجي الا في حالات معينة، يعني الا على حسب الظروف. بس اكون شغال مش عشان الفلوس، اوصل لمرحلة انا مش شغال عشان الفلوس بس، انا شغال عشان حاجات تانية والفلوس معاهم، بس الفلوس ما بقاش الهدف الاول، على عكس دلوقتي انا شغال عشان لو ما اشتغلتش مش هاكل. انا عايز اوصل لمرحلة ان انا لما اشتغل انا بشتغل عشان اكبر حاجة، اكبر بيزنس، اكبر اي حاجة، مش عشان فلوس معينة، مش عشان مثلا 1000 جنيه، 10000، 100,000، 200 مليون مثلا. فعايز يبقى الفلوس الهدف جانبي، فاهم قصدي؟ عارف انت الاغنياء لما يبقوا اغنياء قوي يقول لك الفلوس مش كل حاجة؟ هو دي المرحلة اللي عايز اوصلها. ومش عايز اوصل لمرحلة من الفلوس برضو تخليني ابقى مقيد، فاهم؟ يعني انا حتى، يعني انا هدفي في الحياة اصلا من كتر ما هو له علاقة بالحرية، فانا بعمل كل حاجة بحرية قوي. وده يعني قبل ما اقولها لك يعني عايز اقول لك حاجة، وهي فكرة ان الناس فاكرة ان هدفها الحرية. يعني حتى انا كنت فاكر كده لحد ما اكتشفت ان في تمن بتدفعه عشان يبقى بجد هدفك الحرية، فاهم قصدي؟ هل انت مستعد تدفع مثلا تمن الحرية دوت، انك تبقى او انك تلزم نفسك تعمل الحاجة من غير ما يبقى في طرف، اي طرف خارجي يلزمك تعمل الحاجة دي؟ يعني مثلا لو انت في ثانوي وبتاخد دروس اونلاين، مش مجبر من اي حد انك تذاكر، واهلك سايبينك براحتك، هل هتذاكر؟ حتى لو مش فارق معاك الدراسة هل هتذاكر؟ طبعا انت ما اعرفش انت جربت ولا لا، بس لو جربت وما ذاكرتش فانت ما ينفعش هدفك يبقى الحرية، انك انت مش عارف تجبر نفسك اصلا تعمل حاجة بسيطة زي المذاكرة. بسيطة، حاجة ان هي مش حاجة كبيرة يعني، فاهم؟ فبالتالي عشان كان نظبط قاعدة، فبالتالي انا هدفي ان اوصل لنوع معين من الحرية زي ما قلت لك، ان انا مبقاش مقيد باي حاجة. حتى في التمرين انا بتمرن في البيت، ما بحبش اتمرن في الجيم، مع ان بالمناسبة يعني انك تتمرن في مكان معين مخصص للتمرين بس، ده احسن بكتير من انك تتمرن في اي مكان. بس انا بحب اتمرن يعني في الوقت اللي انا عايزه. الجيم قافل الساعة 9، الجيم قافل الساعة، بيقفل الساعة 2 مثلا في الايام العادية، فانا طبعا معايا اتمرن الساعة 2، فاهم قصدي؟ فانا بحس ان انا عايز اعمل كل حاجه بمزاجي، مش عايز ابقى مجبر من طرف خارجي. وبمزاجي دي مش معناه ان انا اول ما يجي لي مزاج اتمرن هتمرن، لا مش قصدي. انا هتمرن دايما عشان يعني كالتزام، فاهم قصدي؟ ان انا ملتزم ان اتمرن، بس انا اللي اخترت كده، مش مجبر مثلا. ان اصل انت لو دخلت باب الجيم فخلاص انت مجبر، ما فيش اكيد مش تدخل بعد 5 دقايق تمشي، يعني مش منطقي. فانت بقيت مجبر من الجيم. طب ما انت هنا برضو مجبر نفسك، فاهم؟ مش مفيش طرف خارجي. مش عايز اشتغل مثلا شغلانه ابقى شغال عشان بس الشخص اللي فوقي هو اللي ايه، هو اللي اجبرني ان اشتغل. انت فاهم قصدي؟ وانا مش بقول لك كده كنوع من انواع اللي هو انا مش عايز اشتغل عشان انا عايز ابقى حر ومش عايز حد يمشي لي بمزاجه. مش بكلمك بالنبره دي، انت فاهم؟ انا عايز اوصل ان هو ما تزودونيش بقى يا جماعه، شويه عصافير كده. انا برضه احد اهم اهدافي الكبيره في الحياه، انا نسيت.
من 3 سنين تقريبا، 3 سنين كان عندي 3 أهداف رئيسية كنت بسعى ليهم يعني، وهدف رياضي، وهدف طبعا غير الأهداف الدينية. تمام. مهم هدف رياضي، وهدف لغوي، وهدف له علاقة بالفلوس. الهدف الرياضي ولعبت رياضة معينة، الهدف اللغوي وتعلمت إنجليزي، الهدف اللي له علاقة بالفلوس وحاليا أنا فيديو إديتور. فأنا حققت أهدافي من 3 سنين، الأهداف اللي هي الأولانية دي اللي بتبدأ بيها تبني حياتك. أنا كنت عايز أبني أساس، يعني ما كنتش عايز أعمل فلوس، كنت عايز أبني أساس يخليني أعمل فلوس، أبني سيستم يخليني أعمل فلوس. فاهم قصدي؟ مش عايز أبقى أكون بعمل أي حاجة وخلاص كده ومعايا فلوس وخلاص. أنا عايز يبقى في حاجة، في قاعدة كبيرة أنا ببني عليها، ببني فوقيها. هو ده اللي أنا كنت عايزه قبل كده. فبما إني بنيت القاعدة، أنا حاليا فوق القاعدة، فأنا خلاص بنيت القاعدة، فأنا عايز أطلع بقى لفوق وهكذا. فمن أحد أهم أو أكبر أهداف اللي عندي في الحياة هي إن أخلي مثلا، يعني هقول لك حاجة بس قبل ما أقول لك الهدف. لو أنت حاسس إنك فاقد الشغف أو حاسس إنك مفيش طاقة تشتغل أو تبذل أقصى ما عندك، حاول تدور على شخص تعمل الحاجة دي عشانه. ده لو الطرق كلها قفلت معاك يعني إيه؟ لما بتبقى بتعمل حاجة، أنا مش عارف دي حاجة فينا إحنا كرجالة ولا إحنا كبشر ولا مش عارف إيه بصراحة، بس لما بتعمل حاجة عشان حد بتسعى للهدف أكتر من إنك تعملها عشان نفسك. أنا مش عارف دي اسمها إيه بصراحة برضو، بس هو مثلا أنت لو بتسعى للهدف والدنيا مقفلة معاك، ممكن لا إراديا كده توقف وتستسلم عن إنك توصل للهدف ده. بس لو في حد بتسعى إنك تعمل له الهدف ده، يعني مثلا عايز تتجوز واحدة معينة أو عايز تتجوز في العموم يعني، ففي حق بالذات لو في واحدة معينة يعني، فأنت بتسعى لإنك تتجوزها، فده اللي بيخليك دايما شغال على نفسك. أو عايز مثلا تريح أهلك أو تريح والدتك، مثلا تخرجها توديها عمرة مثلا أو حج، عايز تخليها عايش حياة أحسن من كده بكتير زي ما هي ضحت عشان تربيك. فالحاجات دي كلها هي اللي المفروض بتحركك. لو كل الطرق قفلت معاك، لو مش لاقي أي حاجة تحركك، فأنت المفروض بتحاول تدور على حاجات تحركك، زي وبالذات لو أشخاص خارجين إنك تعمل لهم الحاجة دي، لأسرتك المستقبلية مثلا. فاهم قصدي؟ لابنك بنتك لما تكبر. فمثلا لو انت شخص عندك 30 سنة 40 سنة ايا كان يعني الرقم، مش عايش مع اهلك او مقطوع من شجرة وبتسعى لاهداف، فانت بنسبة كبيرة هتوصل لها. تمام. ولكن لو انت شخص في نفس السن دوت مقطوع من شجرة برضو، بس عندك اسرة وبتسعى لاهداف معينة، فانت بنسبة كبيرة اكبر هتوصل للاهداف دي. ليه؟ عشان في حد انت بتعمل كده عشانه، ده بيديك نوع من انواع التحفيز انك تعمل كده، او الطاقة انك تعمل، او بيجدد الشغف عندك. فاهمني؟ انا مش عارف الموضوع ده صح لكل الناس ولا ايه، بس ده اللي حصل معايا يعني. مش اسره، بس انا بديك مثال يعني. الحمد لله مش مقطوع من شجره. فاهم؟ انا متخيل واحد مقطوع من شجره لو واقع من شجره حرفيا. لا بقول المهم. فانت محتاج ترجع او تقعد مع نفسك تاني وتشوف، او مش انت بس، انا كمان نراجع اهدافنا تاني ونشوف هل الهدف اللي احنا يعني بنسعى ليه ده هدف مادي. يعني انا عايز مثلا اعمل اكس، عايز اعمل حاجه معينه، هل ده هدفك ولا هدفك كبير شويه، مثلا يتضمن زي هدفي اللي هو الحريه في العموم. فاهم؟ الحريه يبقى معايا وقت ابقى شغال مثلا من 2 ل4 ساعات بالكتير جدا، ده لو انا مضغوط مثلا اكون شغال 4 ساعات في اليوم كاداره مش كشغل. فاهم؟ وباقي اليوم مثلا رياضه، هوايات مثلا، اربي فراخ، اي حاجه تجدد نفسيتك. فاهم؟ ف يعني انا مؤخرا اصلا بقيت اصحى الساعه، الحمد لله بقالي بتاع اسبوعين بصحى الفجر. هذا يوم بس اللي نمت فيه زياده، قلت انام براحتي يعني. بصحى الساعه 4:30 الفجر، ببدا يومي وباجي على الساعه 7 كده، اجيب كوبايه قهوه، اطلع هنا فوق السطح، شغال اي شيخ من الشيوخ القدام دولت، المنشاوي مثلا، بس يكون في صدى صوت اللي هو تحسه الناس بتقعد تقول الله، عارف انت الفيديوهات دي، هي دي. او مثلا الشيخ اسمه الزريقي تقريبا او الرزيقي، والشيخ اسمه حاجه الحصري، اسماعيل تقريبا الحصري، شيخ تالت اسمه احمد نعيم. انا بحب اسمع الشيوخ دي قوي. فاهم؟ باجي اشغلهم هنا كده
باجي اشغلهم هنا واشرب كوبايه القهوه واطنح في الجو كده. اقعد اتخيل بقى ان انا قاعد عندي فراخ مربيه. بحس ان الطبيعه كده بتديك نوع من انواع الطاقه كده، انك يعني فاهم. انا شايف برضه دي من احسن الطرق انك تجدد بيها شغفك، انك تعمل اي حاجه لها علاقه بالطبيعه. اطلع في السطح، في سطح بيت او سطح الشقه اللي عندكم في العماره، اقعد كده شغل اي حاجه قديمه، كوبايه قهوه، اقعد بس ما تعملش اي حاجه. ولو عايز تعمل يعني لو عندك فراخ ربيها، لو عندك زرعه اسقيها. والله حلو. قافيه جامده يعني. مش عارف ازاي بصراحه، بس احس ال لما بتبقى بتعمل حاجات لها علاقه بالطبيعه اكتر ده بيجدد نفسيتك. مش عارف ازاي يعني. انا قبل كده كنت بشوف يعني الطبيعه دي حاجه عاديه جدا، يعني شمس، شروق شمس مثلا، غروب الشمس، حاجه عاديه جدا. لما بدات اكبر شويه، انا مش كبير قوي بالمناسبه، انا مش كبير اصلا، بس لما بدات اكبر سنه يعني بقيت احس ان الحاجات دي بتبعث الحياه في داخلك. اللغه العربيه لغه غلط خالص. المهم هنا بتبعث بتخلي في حياه كده، تحس انك عايز تعيش، فاهم. فانا بعمل كل يوم الحوار ده عشان اجدد شغفي، مش شغفي اصلا، اجدد طاقتي قصدي. ف يعني بس هي دي يعني كل اللي عايزك تطلع منه من الفيديو دوت. تعرف ان انا بطلع اتكلم قدام الكاميرا وخلاص، يعني مش بتكلم عن موضوع معين. فكل اللي انا عايزه منك الفيديو دوت انك، واللي عايزه من نفسي برضه، اننا نحاول نقف مع نفسنا ونشوف او نراجع اهدافنا، نشوف هل الاهداف دي ماديه او اهداف عامه او اهداف خاصه. انا بالنسبه لي هدفي بحسه هدف عام، بحسه هدف عام، بحسه هدف. تخيل كده الفيديو ده يبقى سبونسر من شركه المايه دي، فاهم. اقعد اشرب مايه كل شويه، يبقى سبونسر كده، فاهم. الفيديو ده برعايه اكوا. اسمها ايه؟ اسمها مكتوب عليها فلسطين. فيديو. المهم، فانا اهدافي عامه شويه يعني، فاهم. انا هدفي الحريه في العموم، طبعا في نطاق الدين والقوانين، في نطاق الدين والقوانين الدنيويه يعني. فبس كده. اعتقد كده كفايه. فكر اروح اعمل ضغط، مش عارف ايه العلاقه، بس يلا بسم الله. في حاجه نسيت اقولها، ان في ناس بتسعى لاهداف معينه فاكره انها اهداف، بس للاسف الاهداف دي ممكن تكون مش اهدافهم، لان هم كانوا بيتفرجوا على فيديوهات مثلا كتير عن البرمجه وهكذا، فبيبداوا يقتنعوا ان هم عايزين يبقوا مبرمجين. يتفرجوا على فيديوهات عن الاي، فيقتنع يعني كل فيديو بيعدي بيقتنع ان هو عايز يبقى الحاجه دي، فاهم. فممكن ما يكونش هدفه اصلا، ممكن يسعى لهدف ناس تانية. هو مثلا شاف ناس معاه فلوس فبدأ يتخيل انه معاه فلوس، فشاف فيديوهات تانية بتقول انك لو بتخيل معاك فلوس فانت هيبقى معاك فلوس، وبدأ يقتنع انه ده هدفه. ممكن ما يكونش هدف، ممكن يكون عايز حياة بسيطة، ممكن يكون ما يقدرش مثلا يتحمل تكلفة يبقى معاه فلوس كتير، فاهم. لان دي لها تكلفة تانية ما جربتهاش بصراحة، بس اكيد لها تكلفة يعني. فمحتاج تعرف بس هل الهدف اللي انت تسعى له ده هدفك اصلا، ولا هدف انت تأثرت بيه من البيئة اللي حواليك او من الفيديوهات اللي انت بتشوفها. زي الناس مثلا اللي اهلهم بيخلوهم عايزين يزرعوا في دماغهم ان هم، مش اهلهم اللي بيزرعوا بصراحه، بس المجتمع بيزرع في دماغ الشخص ده ان هو عايز يبقى دكتور، عايز يبقى مهندس، عايز يبقى محامي، عايز يبقى اي حاجه، بالذات دكتور ومهندس. ممكن ما يكونش هدفه، بس هو اتاثر من الطبيعه او من البيئه قصدي اللي هو فيها ان هو ده هدفه، بس للاسف هو مش هدفه، هو الهدف اتحط له غصبا عنه، هو فاكر ان هو هدفه. الله اعلم، فاهم. ممكن يكون بيتزرع في دماغه الفكره، بيتزرع في دماغه مش مزروعه قاصد يعني، بس بتتزرع في دماغه من خلال البيئه اللي حواليه ان هو عايز يبقى دكتور، فيبدا يكبر يشوف الدكتور ده حاجه اوف يا نهار ابيض، هو كده حاجه كبيره يعني، ما قلتش حاجه، بس انت عارف الممنوع مرغوب يعني. فبس فممكن يكون انت مش عايز تبقى مبرمج، بتسعى للبرمجه وانت اصلا مش عايز تبقى الحاجه دي. لو معاك حريه انك تختار يعني انت عايز ولا مش عايز، فاهم. لان في ناس بتبقى مجبره انها تبقى حاجه معينه. انا بتكلم عن الشخص اللي معاه حريه ان هو يسعى للهدف زي ده، فاهم. وانت حتى لو مجبر على حاجه معينه، نبقى نقول عنها في فيديو تاني بصراحه، انك حتى لو شغال 12 ساعه فانت تقدر تسعى لهدف في الحياه، زي ما انا كنت بعمل. انا كنت شغال 12 ساعه، وكانت حوالي ساعه ونص مواصلات، كنت بتعلم،
كنت بتمرن برضه، مش عارف ازاي بصراحه يعني بجد مش عارف ازاي كنت بعمل ايه، كنت باجي على نومي تقريبا. ففكر اعمل فيديو عن الحوار ده، اقول لك لو انت شغال 12 ساعه يبقى انت معاك وقت تدمر الدنيا. لا فيكس. حلوه قوي الزاويه دي. بسم الله. فكر اعمل ضغط، مش عارف ليه فكر اعمل، عارف انت الفيديوهات اللي بيبقى بيوريك كذا اسبكت كده من حياته. اسبكت حلوه، اسبكت دي كذا فرع، كذا جانب من حياة الشخص، اللي هو مثلا هو بيشتغل، هو بيتمرن، فاهم؟ فكر اعمل الفيديوهات دي والله. بسم الله. مش طالبة معايا بصراحة، مش طالبة اعمل اي حاجة. وانا فين اصلا؟ فكر اصور المرة الجاية من هنا، اقعد كده هنا واتكلم، فاهم؟ لو مثلا اهدافك محتاج تحققها، والله قاعدة جامدة. بسم الله.